يا بنتي يا فهيمة، بتقولي اختك راحت فين؟ بقولك راحت لأبلة عنايات عشان تستلف منها طقم الشاي. وانت يا ماما اتأخرت ليه؟ اعمل ايه في اسمتي السودة؟ رحت لست مجاملات عشان استلف منها فستان البسه وما لقيتهاش، وبعدين رحت لعطيات هانم ادتني الفستان ده. لكن دي طنط عطيات هانم اتخن منك بكتير يا ماما. اهو بقى والسلام، ناولين الخيط والابره عشان اقطبه شويه. حاضر. وانتي خشي البسي فستانك يلا احسن الضيوف زمانهم جايين. مش لموضب السفرة يا ماما؟ وما وضبتيهاش ليه امال؟ اصل اخويا حماده من ساعه ما راح يستلف مفرش السفره من عند ابله دريه لسه ما جاش. وتبعتوا حماده ليه؟ اهو زمانه راح يلعب مع ريال في الحاره. ناولين الخيط والابره اوام، مفيش وقت يا بنت. يا ماما حاضر. يا اخواتي احنا كنا فين والزمن المشقلب ده فين؟ المفرش اهو، وابله دريه بتقول لكم خلوا بالكم احسن تقع عليه حته السمنه ولا حاجه. هات يلا تنقرص كده اهو هدومك اللي انت لابسها الصبح اروح منك فين؟ الابره والخيط يا ماما. هاتي ويلا خدي المنيل على عينه ده، حميه ولبسيه هدوم نظيفه قبل الضيوف ما يجوا، وهو عامل لي كده زي ما مسحت الحلل. هو ايه كل ما يجي حد يزورنا تحموني؟ انتم مش لاقيين حد غير تشطروا عليه؟ ما تحمى اخويا الكبير محمود. خش يا واد استحمى احسن اقول لابوك قبل ما يجي يخليه يقطم رقبتك. هو ايه؟ ما انا لسه مستحمل في العيد اللي فات، حرام عليكم. انت جيت يا ماما؟ تعالي يا فايزه، ها عملتي ايه؟ استلفت طقم الشاي بتاع ابله عنايات اهو. عال واختك هي وضبت اوضه الجلوس ولا بقاش ناقص حاجه، والبركه في السلف. فين المفرش يا ماما؟ اهو عندك متطبق، الواد اخوكي حماده جابه الصبح من عند ست دريه. طب اما الحق اوضب حاجه الشاي بقى قبل ما يجوا. اياكش بقى ما يجيش سي محسن حسب ميعاده معاكي وتبقى فضيحتنا في وسط الجيران بجلاجل. ما يجيش ازاي يا ماما؟ وده معقول؟ ما هم شبان الايام دي كده، مسهل عليهم يضحكوا على البنات ويعشموهم. لا يا ماما ارجوكي، محسن مش من النوع ده ابدا، ده انسان اخلاقه عاليه ومن عيله كبيره، وكمان ما هوش مضطر يكذب عليا، بالعكس ده ما حاولش ياخد مني ميعاد عشان يقابلني بره زي بقيه الشبان ما بيعملوا، وفضل انه يقابلني بالطريق الطبيعي، انه يجي يقابلكم انت وبابا عشان يخطبني منكم. طيب يعني انت متاكده انه جاي في ميعاده؟ طبعا يا ماما، ده قايل لي الساعه 5 بالدقيقه هيكون هو وبابا هنا. بس ايه بس ايه؟ بس دخلت الشارع بتاعنا مش حلوه والبيت قديم ويكسف. يعني ايه؟ طقم الشاي ومفرش السفره والهدوم واستلفناهم، عايزانا كمان نستلف شارع وبيت غير ده؟ ماله الشارع والبيت؟ ما فيش يا ماما، بس يعني اصل محسن من عيله غنيه وساكنين في فيلا في الزمالك والله يا اختي اذا كان بيحبك وبده يتجوزك صحيح مش هيسأل على اي حاجه ابدا، ولو كنت ساكنه في اسطبل حتى برضه هياخدك. عندك حق يا ماما، ما تعرفيش انا سعيده قد ايه يا ماما من ساعه ما عرض عليا انه يجي يشرب عندنا الشاي ويخطبني. كنا ساعتها في مدرج الكليه بنسمع محاضره في القانون الروماني، وكان هو قاعد ورايا على طول واستأذن مني ياخد كراسه المحاضرات بتاعتي عشان يشوف فيها حاجه، وبعد دقيقه رجع لي الكراسه تاني وفيها كلمتين في منتهى الرقه، كلمتين 2 بس، لكن كانوا احسن كلمتين قريتهم في حياتي. يسعدني ان توافقي على الزواج مني. يا سلام، ساعتها نسيت المحاضره والقانون الروماني وهزيت راسي هزه صغيره، فهم منها على طول اني موافقه، والتاني يوم قال لي انه اتكلم مع باباه في الموضوع وانه هيجي معاه عشان يخطبوني. يا سلام، انا سعيده جدا يا ماما، انا فرحانه خالص. ربنا يزيد فرحك يا بنتي ويتمم على خير. يا ماما ارجوك بلاش الزغاريت والحاجات البلدي دي. يوه يقطعني، نسيت يا اختي ان احنا بقينا من الهلالايف. امال بابا فين يا ماما؟ راح هو واخوكي محمود للمزين عشان يحلقوا شعرهم وزمانهم جايين. يلا انت كمان خشي البسي فستانك اللي هتقابلي بيها عريسك. يلا حاضر يا ماما، بس والنبي تنبهي على بابا يخلي باله احسن يغلط قدام محسن بكلمه كده ولا كده. ما تخافيش انا هعمل معاه باروفا يا اختي. يا اخواتي احنا كنا فين والزمن المشقلب ده فين؟ يا ساتر يا رب، هي يعني القيامة قامت؟ مصربعيننا كده على الحلاقة واللبس. بس يا معلم احسن البنت تسمعك تاخد على خاطرها. طيب يا اختي ادينا سكتنا. ها امال فين الواد محمود؟ لسه المزي موحول فيه، بقاله يجي ساعة بيحلق في راسه زي ما يكون بيجز في فروة خروف. وانت كمان يعني كان لازم تحكمي رأيك على الحلاقة. امال عايزين تقابلوا عريس بنتك وابوه وانتوا عاملين كده زي اهل الكهف؟ هو انت تكره يا معلم؟ يا ست مش الغرض، بس ملوش داعي نشقلب حالنا كده وتخلوني اروح استلف بدلة من عند المكواجي